ربح اليوتيوب وصل. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن ازاي تعملوا قناة وازاي تربحوا من اليوتيوب، وايه الحاجات اللي المفروض تعملوها تاخدوا بالكم منها جدا. النقاط مهمة جدا لازم تعملوها علشان خاطر تربحوا من اليوتيوب بسرعة وبصورة مستمرة ان شاء الله، واقول لكم على الاخطاء اللي انا وقعت فيها عشان انتوا كمان تتجنبوها. يلا بينا نبدأ، يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم نقوش كريمة بقوش. يمكن انا عملت الفيديو بتاع الربح ده على قناة عن تجربة، بس برضو علشان في ناس بتتابعني هنا على نقوش كريمة بقوش وما تعرفش هل انا حققت الربح ولا لا، او ممكن المعلومة بتاعت الربح من اليوتيوب دي تفيدها. طبعا هقول لكم انا اخدت كام يعني اول مرة، وهقول لكم ازاي نحقق الشروط. طبعا في ناس كتير يا جماعة، لازم اولا في الظروف اللي احنا فيها دي، زي ما انتوا شايفين التضخم بقى عامل ازاي، فانتوا لازم فعلا ان انتوا تعملوا محتوى، لازم تقدموا محتوى، لازم تعملوا قناة على اليوتيوب، لازم يكون لكم مصدر دخل غير المصدر الاساسي اللي انتوا يعني بيدخل لكم ربح او بيدخل لكم دخل شهري. لازم يكون عندكم حاجة تانية. وكمان تخيلوا بقى لو انتوا اصلا ما عندكوش مصدر دخل، فازاي انتوا قاعدين في الوقت اللي احنا فيه ده من غير ما تعملوا اي حاجة؟ لو ما بتعرفوش تعملوا حاجة، ما بتقدروش تشتغلوا، ما بتقدريش تخرجي من البيت عشان خاطر الاولاد، يعني في التزامات، فانت ممكن تعملي قناة من البيت، او انت ممكن تعمل قناة من البيت. طيب ازاي نعمل قناة؟ طبعا بما اننا كلنا اكيد بنستخدم الموبايل، فعندنا حساب على جوجل، فما دام عملت حساب على جوجل اوريدي بقى عندك قناة على اليوتيوب، ناقص بس ان انت تبدأ تنزل فيديوهات عليها. طيب الخطوات بقى بتاعت انشاء قناة وتفعيلها والسيو والكلام ده كله، نعرفه ازاي. في قنوات بتشرح الكلام ده، في قناة علامة استفهام استاذ ايمن حد ممتاز جدا، قناة رؤية للمعلومات برضو استاذ اعتقد اسمه احمد، وفي استاذ محمد في قناة اتعلم يوتيوب، في المتوحد فكرة يوسف واسم ابني كبير. فبجد الناس دي كلها ناس محترمة جدا، مش بتبخل عليكم بالمعلومة. لو احتجتوا ان انتوا تعملوا قناة فانتوا لازم تشوفوا اي قناة من القنوات دي. طبعا كل واحد ليه اسلوبه، وانتوا هتشوفوا انتوا هتستريحوا مع مين، وكلهم بيقدموا معلومات قيمة جدا. فانتوا شوفوا القنوات دي ودايما تابعوها باستمرار علشان يعني ما تقعوش في اخطاء يمكن احنا وقعنا فيها. طيب ايه اللي بيحصل لما بتبداوا تنزلوا قناه، يعني تعملوا قناه؟ انتوا محتاجين ان انتوا تنزلوا فيديوهات باستمرار عشان خاطر القناه بتاعتكم تترفع بسرعه وتجيب مشاهدات. بس ارجوكم يعني حاجه كده اخويه، لما تعملوا محتوى، انا عارفه ان المحتوى الهايف هو اللي مكتسح بصراحه، والحاجات اللي هي ما بتقدمش اي فايده للناس، هي الناس عايزه ترفيه، عايزه حاجه تخرجها من المود. بس احنا هنفضل لغايه امتى نخرج من المود؟ احنا عايزين ندخل بقى في المود عشان نشتغل، عشان نطلع المكنه، تطلع قماش، عشان كل واحد عنده مهاره يقدر يوصلها لغيره ويعلم غيره حاجه يستفيد بيها، علشان انت كمان تستفيد. فانتوا لازم تبداوا بقى تسيبكم للهيافات، وابداوا اعملوا حاجه فعلا تفيد الناس، حاجه تتكتب في ميزان حسناتكم، حاجه لما بعد عمر طويل ان شاء الله يبقى لنا اثر كده ان احنا حد فينا نفع او قال كلمه تتحط له في ميزان حسناته كده، تتحط له في كتابه اليمين ان شاء الله اللي هياخده بايده اليمين. فانتوا دايما فكروا في ان انتوا عايزين تسيبوا اثر طيب عند الناس، عايزين ربنا يكرمكم كده عشان بتساعدوا غيركم اسفه، وعشان كمان بتساعدوا نفسكم. انتوا مش قاعدين عاطلين، لا انتوا بتعملوا حاجه، بتحاولوا تفيدوا نفسكم، بتحاولوا تقدموا حاجه تنفع غيركم. طيب انا زي ما قلت قبل كده ان انا عامله القناه دي عشان انا بمارس شغفي في ان انا بحب الفنون. وعايزه اقول لكم كمان اني لما بدات قناه نقوش كريمه بقوش كنت بدأها عشان خاطر افضل اعمل الشغل بتاعي، الحاجات الرسم، لان انا بحب الرسم جدا، بحب الاشغال اليدويه، اعاده التدوير، وبحب اوصل المعلومات دي للناس. فعشان كده عملت القناه بتاعت نقوش كريمه بقوش، وعملت قناه عن تجربه علشان بحب اشارك تجاربي مع الناس، وعشان انا بحب التخصص شويه فعملت دي قناه ودي قناه. وكمان علشان بحب برضو اساعد حد غيري ان هو يتعلم يعمل اي شغل من البيت، عملت قناه
تالتة عن فيديوهات الكرتون، حكايات يعني كرتون. طبعا دلوقتي الاي اي اكتسح وبقى عمايل الفيديوهات الكرتون اسهل كتير من اللي احنا كنا بنقعد نعمله يدوي. بس ايا كان المحاولة ان انتوا تفيدوا غيركم ان شاء الله ربنا هيكتب لكم الاجر. والحمد لله لما عملت القناة بتاعت الكرتون دي، القناة حققت الشروط تقريبا في شهر. يعني انا نزلت 4 فيديوهات، الفيديو الرابع هو اللي حقق المشاهدات الجامدة الواو اللي خلت القناة حققت الشروط في اسبوع. تمام، مش في شهر، يعني الشهر ده انا نزلت خلاله 4 فيديوهات، الفيديو الرابع هو اللي حقق المشاهدات وحقق المشتركين. طيب احنا نعمل ايه؟ انتوا اختاروا النيتش اللي انتوا بتحبوه، المجال اللي انتوا متميزين فيه، اللي تقدروا ان انتوا تتكلموا فيه بصفة مستمرة او عايزين تتعلموا فيه. ليه؟ لان انتوا لما لو انت عندك حاجة عايز تتعلمها ومش قادر تتعلمها او بتحاول تتعلمها، وبدأت تشارك الوقت اللي انت بتذاكره او بتتعلمه ده مع حد، المعلومة بتثبت عندك وكمان بتفيد غيرك. يمكن انت في الاول وانت لسه في عقبات قدامك بتمر بيها او بتمري بيها، في حد غيرك في نفس النقطة اللي انت موجودة فيها، انت بتحاولي تتعلمي الجزئية دي ففهمتيها، بدأتي توصليها لغيرك، فانت خدتي بايده وبدأتوا تمشوا خطوة خطوة مع بعض. هتلاقي ناس كتير زيك وناس كتير زيك عايزين يتعلموا حاجة، فانتوا بتاخدوا بايدين بعض وبتشجعوا بعض ان انتوا تتعلموا حاجة مفيدة ان شاء الله. اللي انتوا بتعملوه ده يكون له اثر ويشجع ناس ان هي تعمل زيكم. طيب ازاي بنستلم الارباح بتاعتنا؟ انا كنت عارفة ان انا هنقل من مكاني، من الموقع السكن بتاعي لمكان تاني، وكان في الوقت ده اتفعل يعني وصلت حققت الشروط اللي هي 4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك. طيب ايه المفروض يحصل لما الموضوع ده يتعمل كده؟ المفروض ان انا بيجيلي جواب او ان انا بعمل اثبات للعنوان بتاعي علشان يجيلي الجواب بتاع جوجل عليه. فطبعا انا مرضتش اعمل الخطوة دي الا لما انتقلت في المكان الجديد عشان خاطر ابقى استلم ما اعملش تغيير في العنوان. طب لو انتوا العنوان بتاعكم ثابت خلاص انتوا مش هتحتاجوا يعني هتدخلوا البيانات بتاعتكم سليمة. وعلى فكرة انا ولا دخلت حروف مقطعة ولا دخلت، يعني كتبت البيانات بتاعتي عادي خالص، والبيانات بتاعتي جاية على جاي العنوان وجاي الاسم بالعربي وجاي كامل جنب بعض ومفيش حاجة مقطعة. في ناس كانت بتقول ان بيجي حروف، بيجي الناس مش هتعرف تقرا العنوان بتاعك، لا العنوان واضح اهو. وهنا برضو جاي ان هو من باريس وفرنسا، يعني الجواب ده جاي من فرنسا اصلا. طيب واحنا بناخد بقى بعد ما اخدنا ده انا اخدته ازاي؟ اللي هو البين كود اللي بثبت بيه صحة العنوان بتاعي. انا بصراحة كنت سايبة الموضوع مش مستنياه قوي، فده كان قعد تقريبا عندهم فترة، وانا رحت بالصدفة كده لما افتكرت انزل، فرحت لقيته محطوط في اول رف كمان عندهم جواب باسم كريمة، فادهوني على طول بالبطاقة. ده ما كانش في البريد، مكتب البريد نفسه لو البوسطة يعني اللي الناس بتقبض منها وبتعمل منها تبعت منها الطرود والحاجات دي، لا ده كان في مكتب توزيع البريد نفسه، حاجة كده ملحق لوحده كده قريب من مكتب البريد. طيب واحنا بنفتح البين كود ده ناخد بالنا كويس قوي ان احنا ما نقطعش، يعني مش جواب في حاجة في ورقة جوه، لا هو الرقم البين كود بيبقى مطبوع في قلب الجواب كده اهو، بيبقى اللي هو رقم تعريف الشخصي ده اللي احنا بندخله. طبعا انا ده حاجه خاصه بيا تمام، فانتوا ما ينفعش ان انتوا تمسكوا البين كود وتفتحوه بالشكل ده زي ما بنفتح اي جواب، لا، لان الرقم بتاعكم بيبقى مطبوع جوه تمام. طيب بعد ما حققتوا ال10 دولار الاولانيين ونزلوا في الحساب بتاعكم خلاص، في حاجة علشان تعرفوا تقبضوا ان انتوا لازم تدخلوا حاجة اسمها البين كود سوري، تدخلوا الايبان والسويفت كود. السويفت كود ده حاجة خاصة بالبنك اللي انتوا بتتعاملوا معاه، والايبان حاجة خاصة بيك انت، يعني رقم خاص بيك انت، رقم تعريفي خاص بيك في البنك، ده بتدخله تبع الحساب بتاعك. والسويفت
بيبقى خاص بالبنك. لما تيجوا تحطوا السويفت كود لازم تحطوا السويفت كود بتاع الفرع الرئيسي للبنك اللي انت بتتعامل معاه، ما تحطش الفروع اللي هي لو انت مثلا في البنك الرئيسي وليكن الفرع بتاعه في وسط البلد وات ايفر في مكانه فين، وانت في منطقه اي منطقه تانية وعندك بنك، فانت بتتعامل مثلا مع البنك الاهلي في منطقه المعادي، في منطقه شبرا، في منطقه معرفش حلوان، ايا كان، فانت بتحط السويفت كود بتاع البنك بتاعك، البنك الرئيسي مش البنك اللي انت هتقبض منه. تمام؟ لان انتوا لو حطيتوا السويفت كود بتاع البنوك اللي هي الوسيطه على ما يوصل او يعني في كذا بنك كده لغايه ما يوصل للبنك بتاعك، فكل بنك من دول هيقتطع العموله بتاعته على الحواله اللي جايه لك. عشان كده لازم تتاكدوا وانتوا بتطلبوا السويفت كود تاخدوا بتاع البنك بتاع الفرع الرئيسي. تمام؟ طيب المفروض ان هو يكون عباره عن هنقول ادي 4 2 6 حوالي 8 ارقام، ما تحطوش اكتر من كده. وفي استاذ ايمن صفوت في قناه علامه استفهام قايل لكم شكل السويفت كود المفروض يبقى ايه، فانتوا شوفوا الحاجات دي عشان خاطر ما تدخلوش سويفت غلط. انا مثلا عندي بعد كلمه اي جي، بعد الحرفين بتوع الاي جي في كمان حرفين وفي 3 حروف، فانتوا ال3 حروف او الرموز الاخرانيه دي ان انتوا ما تكتبوهاش عشان خاطر ما يتخصمش منكم عموله كتير. ايه انا اخدت كام؟ طبعا انتوا اول ما بتكملوا $100 بتاخدوا الربح بتاعكم. ما شاء الله لو انتوا كانت القناه بتاعتكم كبيره بتحقق ايرادات كبيره او مشاهدات عاليه، فانتوا اكيد ان شاء الله اول ربح هيكون اكتر من كده. طيب انا وصلني كام؟ وصلني $95 بعد طبعا الاقتطاعات اللي اتاخدت سواء بره او هنا في مصر، هما $95. طبعا بما ان لو انتوا عندكم حساب بنكي دلوقتي خلاص القبض من اول شهر 5 ان شاء الله هيبقى بالجنيه المصري، فاللي هيقبض بعد كده ان شاء الله مش محتاج ان هو يعمل حساب دولاري. لو انت ما عندكش حساب دولاري وعندك قبض دلوقتي لازم تقبضه في خلال الشهور الجايه دي لغايه ما يجي شهر 5 ان شاء الله، يبقى انتوا محتاجين تعملوا حساب دولاري في اقرب بنك ليكوا. وطبعا شوفوا تجارب الناس اللي قالت على افضل بنك تعاملوا معاه. بالنسبه لي انا كنت في بنك فيصل الاسلامي، وكنت فاكره ان هيبقى فيه مشاكل رغم ان انا كنت باخد حوالات عليه قبل كده بالدولار، بس بصراحه لقيت عادي، هي حواله زيها زي اي حواله كانت بتيجي. تمام؟ فدي المعلومات اللي اقدر اقولها لكم، واللي اقدر اقول لكم ان انتوا لازم حقيقي تبداوا تعملوا حاجه تكون دخل اضافي، وكمان ان انتوا كمان يكون عندكم التزام تجاهها. يعني ايه التزام؟ يعني لو انت حتى قاعده في البيت او انت قاعد في البيت وقت معين لازم يبقى فيه التزام تجاه القناه دي، وعلى الاقل في الاول تعملوا كميه فيديوهات كبيره تكفيكوا فتره، بحيث ان انتوا لو حصل اي دروب ووقفتوا يبقى انتوا عندكم اصلا فيديوهات بتاعتكم متحمله، تشوفوا السيو بتاعها، الكلمات المفتاحيه، الحاجات دي كلها اللي بترفع الفيديو. اهم شيء اهم شيء اهم شيء الفيديو بتاعكم اول جزء فيه يجذب المشاهدين. انا بقى بعمل الموضوع ده يعني ما اعتقدش ان انا بعمله صح، ان انا الفيديوهات بتاعتي مش عليها مشاهدات يعني. فانتوا لو قدرتوا، دي النقطه اللي انا واقعه فيها، فانتوا شوفوا انتوا بتعملوا ايه. انا مش بحط في الاول السلام عليكم ازيكم عامل ايه والكلام ده كله، خلاص مفيش، محدش عنده وقت ان هو يقعد يسمع الكلام ده ولا يسمع قصه حياتك. ابداوا على طول خشوا بالمحتوى بتاعكم. اول جزئيه في الفيديو مهمه جدا، هي دي اللي هتخلي الناس تستمر معاك او لا، وكمان مصداقيتك. وان كان في ناس كتير بتدور على الهلس، بس مش مشكله، اعملوا اللي عليكم، قدموا محتوى هادف وان شاء الله ربنا هيكرمكم. وتمنياتي ليكم بالتوفيق. لو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. القناه هنا مختصه بتعليم الفنون والحرف اليدويه، ده المجال اللي انا بحبه وده المجال اللي انا شغاله فيه. وقناه عن تجربه هسيبها لكم في الوصف ان شاء الله، برضو بقول لكم فيها التجارب بتاعتي، اتمنى ان انا اكون افدتكم. في ناس بتقول احنا محتاجين كاميرا بروفيشنال عشان خاطر نصور، لا بالموبايل، وانا بصور لكم بالموبايل وبادئه من زمان بالموبايل، وعادي متهيألي الموبايل اسهل من الكاميرا واسهل ان انتوا تصوروا في اي مكان. في كمان معدات التصوير هسيب لكم الفيديو بتاعها برضو في الرابط، لو انتوا عايزين تبداوا باي حاجه هوريكم انا بادئه ومستمره بايه، رغم اني جبت معدات الا ان السيلف ستيك اللي بستخدمها
والترايبود اللي انا عاملاه حلو قوي معايا وبيساعدني، فانا مش محتاجه معدات الى الان. فابدأ بالمتاح وان شاء الله ربنا هيكرمكم. مع السلامه.